بدولة الرئيس نبيل بري، وكان لقاء بناء ومفيدا وأجرينا مشاورات بشأن تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية. ما نتطلع إليه هو أن تكون دول المنطقة كلها قوية ومستقلة. اليوم وفي ظل المؤامرات الإسرائيلية ينبغي على دول المنطقة أن تتعاون فيما بينها بشكل وثيق، وحتى إذا كان هنالك خلافات فيما بينها في الماضي فعليها أن تضع هذه الخلافات جانبا اليوم قدر المستطاع، وأن تعتمد على التعاون بوصفه أساسا للعلاقات فيما بينها. أنا أشيد بمبادرة الشيخ نعيم قاسم وأدعمها. السعودية بلد شقيق لنا، ويوجد مشاورات فيما بيننا، ومثل ما قلت فاليوم هو يوم التعاون. نحن في مواجهة عدو واحد، لذلك فموقف الشيخ نعيم قاسم موقف صائب تماما. أعتقد أن هذه الخطوة من الشيخ نعيم قاسم هي خطوة في الاتجاه الصحيح من أجل دعم ومساعدة الشعب اللبناني. في لبنان وفي العالم الإسلامي و دغدغه اون آسایش مردم لبنان هست. وما يهمه هو يعني رفاهية الشعب اللبناني. حزب الله یه سنگر قوی در مقابل اسرائیل هست. حزب الله يمثل سدا منيعا أمام الكيان الإسرائيلي. او خودشون رو فدا میکنن برای آسایش مردم لبنان. حزب الله يضحي بنفسه من أجل راحة الناس. لذا هر تحرک سیاسی که بتونه کمک بکنه به آسایش مردم لبنان مفید هست از نظر اون. لذلك فإن أي تطور سياسي يأتي في سياق دعم الشعب اللبناني ورفاهيته وتقدمه فنحن نرحب به. نعم، هل دكتور علي هل شمادي دكتور علي شما همیشه مورد استقبال هستید؟ بیام شما برای مبادران جمهور امت مقاومت و برای سید نصرالله نشست. پیام شما برای حامیان مقاومت و برای شهید نصرالله. عرض کردم که جریان مقاومت یک سرمایه بزرگ برای عالم اسلام هست. كما قلت فإن المقاومة تمثل رأس مال كبير للأمة الإسلامية. مخصوصاً جریان حزب الله یک جریان بسیار مهم در مقابل اسرائیل هست. خاصة حزب الله الذي يمثل سدا منيعا أمام الكيان الإسرائيلي. و نقش شهید بزرگوار سید حسن نصرالله در این قضیه بسیار ممتاز است. و
لا شك أنه كان للشهيد سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله دورا متميزا في هذا المجال. چیزی که حسن نصرالله دهه‌های قبل فهمیده بود امروز شما در صحنه اوضاع منطقه به خوبی مشاهده میکنید. إنما كان قد أدركه سماحة السيد حسن نصر الله منذ عقود، وكان يقوله منذ عقود، اتضح اليوم تماما أمام مرأى الجميع في أنحاء المنطقة. جرم حسن نصرالله این بود که زودتر از بقیه فهمید. وكان ذنب سماحة السيد حسن نصر الله وأنه أدرك هذه الحقيقة قبل وقته. یعنی خطر اسرائیل رو در دهه‌های قبل فهمید و برای او برنامه داشت و اون برنامه را عملی کرد. بمعنى أنه أدرك خطر إسرائيل قبل عقود ووضع خططا لمواجهة هذا العدو ونفذ هذه الخطط. و این جریان بزرگ از جوانان مجاهد رو تربیت کرد. وأطلق هذه الحركة الكبيرة التي تضم هذا الكم من الشبان المجاهدين.